كاينه شي حاجه في الطوموبيل راه مجهوده واقيلا. السلام عليكم، اهلا وسهلا، تحيه للجميع، مرحبا بكم الاخوان والاخوات. عندنا لكم جديد فيديو مهم وعاجل، واحد الاجراء ونظام جديد يطبق على خوتنا المسافرين، لذلك خرجنا لكم بهذا الفيديو ان شاء الله يا رب العالمين للتوضيح. وكذلك عندنا واحد الخبر رائع لخوتنا المسافرين اللي كيشدوا اللينيا ديال بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، ان شاء الله واحد الخط رائع ورخيص الثمن ديالو وساعات اقل ان شاء الله يا رب العالمين. كذلك هاد الفيديوهات اللي شفتوا معنا الاخوان والاخوات، قبل ما نمشيو لهذا الاجراء وهذا النظام الذي يطبق على المسافرين باش نفهموه لكم، هاد الفيديوهات في الميناء ديال طنجة المتوسط. ميناء ديال طنجة المتوسط ساعات ديال الانتظار كبيره، طابور طويل الاخوان والاخوات، وهذا الشيء هذا متوقع، ماشي هذا العام الاول، لان بزاف ديال خوتنا المغاربه دخلوا. وهذا الشيء هذا ماشي غير في الميناء، ماشي انا كنقول يعني نبرر لهذا الشيء هذا، اللي كما كتعرفوا انا كنقول الكلمه الحق. هذا الشيء هذا راه اكثر من 30 سنه هو كيوقع هذا الشيء. الا الناس كانوا كيتذكروا، الناس ديال طنجه راهم كانوا كاين من العرايش وانت غادي، مازال دابا عاد حاليا يعني كاين الباحات ديال الانتظار، ودابا ما بقاش داك الطابور يعني في الطريق ديال الرباط، دابا رجعت يعني في الطريق ديال القصر. لذلك طبق هذا الاجراء وهذا النظام الجديد ان شاء الله يا رب العالمين. خوتنا بالنسبه كما كتشوفوا تما يعني الكلب كيشك في شي حاجه، فنتمنى من الله انه حتى الواحد ما يتعرض حتى لشي حاجه، ما يدور عليه راسو ويبغي. راه السبب ديال هذا الانتظار هي كثره المراقبه في الجمارك ديال بصح. خوتنا اللي جاو راهم اكدوا لنا هذا الشيء هذا، يعني راه كيدوزوا 6 الطوموبيلات، 6 الطوموبيلات في السكانير والمراقبه وكل شيء. ربما كما كتشوفوا معنا راه الكلب مسكين داخل عليه، ربما ما كاين والو، ولكن كثرة العطريه وكنور، وكاين الناس اللي كتجيب معاها مطيشه الحك عيشه، الزعتر، هذاك الشيء راه عندنا هنا كنظن في المجزره الاخوان الاخوات، المجازر ديال المغاربه راه كل شيء موجود. الواحد كيمشي يدوز العطله ويشوف العائله ويرجع، ما يكثرش ولا ما يجيبش معاه شي حاجه اللي تقدر تعطلو في الطريق وتجيب له متاعب. كذلك نمشيو للاجراء ولا النظام الجديد، البلاغ اللي خرج من الميناء ديال طنجه كيبلغ به المسافرين: بدأ العديد من أفراد الجالية المغربية بالعودة إلى الديار الأوروبية بعد قضائهم العطلة رفقة عائلاتهم بالمغرب. وتعرف الموانئ ديال المملكة والجارة الشمالية يعني ديال إسبانيا حركية دؤوبة هذه الأيام، يعني ابتداء من 10 في شهر 10 بزاف الناس راهم بداو كيرجعوا، كاين الناس اللي رجعت يعني حتى قبل، مع عودة مغاربة العالم إلى البلدان ديال الإقامة ديالهم. وتستمر عملية مرحبا لاستقبال عملية مرحبا. كاين الناس اللي راه باقي كيهبط، وأنا كنظن أنا منهم لأن مازال عاد ما هبطش، ربما إن شاء الله في الأيام المقبلة. وتستمر عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج من 5 يوليو إلى 15 شتنبر. وشرعت أعداد كبيرة من الأسر المغربية المقيمة بالخارج في العودة إلى بلدان الإقامة منذ فاتح غشت، يعني ابتداء من 1 شهر 8 بزاف الناس رجعوا. ومن المتوقع أن تبلغ الذروة ديال نهاية الشهر، يعني الكثرة ديال عدد الناس الذي يرجعوا هي في نهاية ديال هذا الشهر، هذا شهر 8. ويفضل العديد من المغاربة العودة إلى الديار الأوروبية مبكرا. بزاف الناس اللي فاتنين هذا الوقت كيقول لك نرجع مبكرا وندوز ديك الايام باش ما نبقاش ننتظر، لان كاين الناس اللي عندهم وليدات صغار، كاين الناس اللي ما كيقدروش ديك الساعات ديال الانتظار في الطريق. وهذا الشيء هذا راه ما وقعش الاخوان غير في طنجه ولا في اسبانيا، راه حتى الحدود ما بين فرنسا واسبانيا في خوانكيرا، الناس اللي كيدوزوا على خوانكيرا وكذلك الناس اللي كيدوزوا على ايرو، حتى هما راه كاين هاد الساعات ديال الانتظار كبيره تما، راه اكثر من ساعه، ساعه ونص تقريبا ديال الانتظار. الناس اللي راهم قرابين للمنطقه راهم عارفين شنو كاين. ويعبر غالبيه المغاربه المقيمين بالخارج الى الضفه الاخرى عبر الميناء ديال طنجه المتوسط للوصول الى الميناء ديال الجزيره الخضراء، ومن ناظور كذلك للوصول الى الميريا. قال لك هنا فين كيبدا الاجراء. وفي هذا الصدد اعلن ميناء طنجه المتوسط عن اعتماد نظام الحجز المسبق
يعني ماشي حتى تجي تما وتشري. اسمع مزيان. وعدم اعتماد التذاكر المفتوحه. الناس اللي عندهم تذكره مفتوحه فغادي يعانيو، غادي يسبقوا الناس اللي عندهم التذكره مغلقه. الناس اللي عندهم تذكره مفتوحه فغادي يعانيو وغادي يسبقوا الناس اللي عندهم تذكره مغلقه هما الاولى، واذا تسالى يعني عمر الباطو فهذوك هما الناس اللي غادي يمشيو الاولى. وعدم اعتماد التذاكر المفتوحه التي لا تتوفر على تاريخ وموعد محدد. إدارة الميناء قررت السماح بدخول المنصة ديال الركوب، يعني الناس باش يدخلوا المنصة ديال الركوب تكون عندهم تذاكر مغلقة، يعني في التاريخ بالضبط وفي الساعة بالضبط، الساعة لأصحاب التذاكر المغلقة ساعتين فقط للمتوجهين إلى ميناء الجزيرة الخضراء. يعني الناس اللي راهم غاديين نقولوا حنايا مع 4 د العشيه غادي يخرج الباطو الى ميناء الجزيره الخضراء، فما يمكنلكش تدخل مع الوحده، ما يمكنلكش تدخل مع 12. الا غادي تخرج مع 4 فقط، يعني ابتداء من الجوج ديال الزوال عادي يمكن لك تدخل لديك ديال الركوب، ديك المحطه ديال المنطقه ديال الركوب. يعني ساعتين فقط للناس اللي متوجهين للجزيره الخضراء يعني الخزيرات، و5 ساعات لاصحاب الرحلات البعيده كفرنسا وايطاليا. 5 ساعات قبل الناس اللي متوجهين فرنسا يعني مارسيل والسات، ولا كذلك الناس اللي متوجهين لايطاليا جينوا. هذا هو الاجراء الاخوان الاخوات، يكون في بالكم انه غادي يدخلوا الناس ديال التذاكر المغلقه ويدخلوا فقط بساعتين يعني قبل. يمكن لك تجي تبقى تما، الا جيت قبل فغادي تبقى تما، والناس ديال ايطاليا وديال فرنسا وهذوك غادي يدخلوا ب5 ساعات قبل. هذا هو الاجراء، وهذا النظام جديد اللي غادي تعتمدوا الميناء ديال طنجه. فاخوتنا اللي عندهم تذاكر مفتوحه فيحاولوا يتصلوا، يعني قبل ما يتوجهوا للميناء ديال طنجه يحاولوا يتواصلوا ويعملوا يحدوا التاريخ ديال التذكره والساعه ديال التذكره ديال الخروج ديالهم باش ما يجبروش مشكل، باش حتى يوصلوا تما وربما يجبروش داك النهار كاع التذكره ديالهم ويضطروا انهم يغيروا تما ويزيدوا فلوس باش يقدروا يخرجوا داك النهار. هذا هو الاجراء، وهذا هو يعني النظام الجديد اللي تعتمدوا. بالنسبه للخبر اللي قلت لكم هو الخبر ديال كما كتشوفوا معنا ابتداء من 10 في الشهر. كما كتشوفوا معنا الاخوان الاخوات، قطار سريع من بروكسل الى برشلونه في 7 ساعات. قطار سريع يعني تقريبا المده اللي كانت كتقضيها يعني قطار ولا يعني حافله اكثر من 15 ساعه 16 ساعه، ففقط في 7 ساعات من بروكسل لبرشلونه ابتداء من 10 في شهر ديسمبر. من 10 ديسمبر سينطلق يعني 10 شهر 12 نهاية السنة سينطلق قطار ليلي من بلجيكا، وبالتحديد من مدينة انتوربن وبروكسل إلى مدينة برشلونة، وسوف يتوقف في فرنسا. شحال هادي كان كيتوقف، كان يمكن لك تجي كتوقف فرنسا وتاخذ قطار اخر وربما تستنى واحد المدة كبيرة، لكن دابا لا، يعني يتوقف فرنسا لكن لن تضطر للتغيير القطار، وبالتالي سوف تستغرق الرحلة حوالي 7 ساعات. غالبا ما يكون المتوسط ديال الرحلات هو 16 ساعة و11 دقيقة لقطع مسافة ديال 1066، يعني المسافة ديال التران 1066، ما كنهضروش على المسافة ديال الطوموبيل من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى برشلونة إسبانيا بالقطار. لكن ابتداء من شهر ديسمبر سيتغير ذلك، وسوف تنطلق 3 قطارات ليلية، يعني 3 قطارات ليلية في الأسبوع، ربما نهارية نهار لا، نهارية نهار لا، من بلجيكا إلى إسبانيا مباشرة وبدون أي تغيير. والسعر قال لك الإخوة الأخوات، وتتمكن من حجز تذكرة القطار من بلجيكا إلى إسبانيا عن طريق الانترنت، حاجة معروفة، وسيكون سعر التذكرة من 40 إلى 90 يورو، من 40 إلى 90 يورو تقضي هذه المسافة، يعني من بلجيكا لبرشلونة من 40 إلى 90 يورو. فإلا بطبيعة الحال شريتي التذكرة يعني هذه شهر فغادي تكون رخيصة، إلا بغيتي تشري هذيك الساعة فغادي يكون الثمن
مغاير. هادو هما الاخبار ديالهم الاخوان والاخوات. كنتمنى الاخوان اللي راهم جايين عبر الميناء ديال طنجه ولا الميناء ديال الناظور ولا الميناء ديال طريفه كذلك، يعني طنجه المدينه ولا المطارات، ما يوقعوش في مشاكل، وان شاء الله يا رب العالمين يرجعوا سالمين للديور ديال الاقامه ديالهم، البلدان ديال الاقامه ديالهم. ونتمنى لهم كذلك انهم يكونوا دوزوا عطله يعني ممتعه ان شاء الله يا رب العالمين. بالنسبه لهذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا معنا، فهذا راه هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقه. الحقيقه ماشي هي البحر والكورنيش والسهرات، فهذا هو الواقع. كنتمنى المغرب يتغير، ماشي في المجال ديال السهرات ولا لا، يتغير في اننا ما نخرجوش من الطوموبيل ديالنا نهائيا لا في المناطق ديال العبور. وكذلك منين نوصلوا للمغرب فتكون مساعده للجاليه، لانهم معروفين عندهم 10 ايام، عندهم 15 يوم لما يدخلوا للادارات ديالهم، يعني ما تكونش شي تاخير، تكون المعامله مزيانه، وتكون واحد المنطقه، واحد القسم خاص بالجاليه باش ما يكونش تاخير، باش تعطى لهم الاوراق يعني في ساعات قليله، باش يدوزوا العطله ديالهم بخير وعلى خير، ويرجعوا للبلدان ديال الاقامه ديالهم ويخدموا ويبقاو يصيفطوا عاوده للعائلات ديالهم. تحياتي لكم، السلام عليكم، الى موضوع اخر ان شاء الله.